نادي الزمالك راعي الضحك الرسمي في مصر. طلع علينا خبر دلوقتي حالا ان نادي الزمالك اعلن رسميا مشاركة وانتظام احمد فتوح في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم. ده اللي هو ازاي يعني حتى لو اللاعب عايز يا جماعة، يعني مفروض نادي الزمالك تمام يرفض حاجة زي كده. احساس اهل المتوفى ايه دلوقتي؟ يعني احساس اهل المتوفى لما يشوفوا اللي قتل والدهم ولا اللي قتل الضحية بتاعتهم المتوفى اللي عندهم مجرد ما خرج من السجن على ذمة القضية، ده إخلاء سبيل بكفالة على ذمة القضية، وهم ما قبلوش الدية الشرعية، وهم ما قبلوش دية والدهم، وهم ما قبلوش الصلح وما قبلوش أي حاجة. أعلن أنا كنادي الزمالك إن أحمد فتوح خلاص تعالى يا باشا انزل التدريبات، انزل استعد عشان ماتش الشرطة الكيني إن شاء الله. مفيش احساس يا جماعه. اللاعب لو عايز انتوا ترفضوا يعني مراعاه لشعور اهل المتوفى. قولوا له لا غلط، قولوا له ما ينفعش، ما تطلعوش انتوا اللي تعلنوا ان الزمالك رسميا يعلن انضمام احمد فتوح وانتظامه في التدريبات. ازاي يا جماعه يعني؟ بعيدا بقى عن اهلاوي، بعيدا عن زملكاوي، ما ينفعش اللي بيحصل ده ما ينفعش. احمد فتوح انت كده هتخسر الناس اللي متعاطفه شويه معاك، مع ان انت ده قتل. فبصراحه لازم تراجعوا نفسكم يا جماعه. ما ينفعش اللي هيحصل، ما ينفعش. الدنيا هتتقلب عليكم، الدنيا هتقلب على احمد فتوح، الدنيا هتقلب على نادي الزمالك عموما. رسميا كده انقلاب الدنيا على نادي الزمالك. بصراحه انا ما عدتش عارف اقول ايه، يعني انا مش عارف اقول ايه. انا اهلاوي تمام، بس ببص لها من منطق الانسانيه. اللي بيحصل ده ملوش علاقه يعني بالانسانيه، ولا ليه علاقه باحساس، ولا ليه علاقه بشعور، ولا ليه علاقه باي حاجه خالص.